كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم بغيت نصور معكم بسطرة الحوت. ندوزو المقادير كما كتشوفوا هنا. خديت 4 مقطع قزبر ومعدنوس، ضفت عليه التحميره معلقه كبيره، ضفت عليه شويه ديال سكينجبير، عطريه ديال الحوت، شويه ديال الكمون، ضفت عليه القليل من الحار اللي بغى مثلا الحار، الملحه والضامه ديال الحوت. هنا عندي معلقه ديال الصوجا، يعني على حسب الذوق، كاين اللي بغى يدير 2 معالق ماشي مشكل. ضفت القليل من الخل، وهنا ضفت كاس ديال الزيت البلديه، وصافي. هنايا غادي نخلط المقادير كاملين بهاد الطريقه. بصراحه كتجي شرموله زوينه بزاف، كتجي بنينه. انا خديت نص كيلو ديال الحوت الابيض ونص كيلو ديال صدر اللدند اعتذر. درت لهم داك الشرموله وغادي ندخلهم هكذا للفران. وهنايا خديت الكالامار اللي نقيته مزيان بطبيعه الحال، درت له مليحه وشويه د الحامض، وغادي نردو يتسلق فوق البوطه. بطبيعه الحال ما غاديش نتعطلوا عليه، 5 ديال الدقائق كافيه هكذا باش يجي طيب وما يجيش يعني ما يتجبدش. الماء ديالو اللي بقى درت فيه الشعريه ديال الروز. من الاحسن نديرو شعريه صينيه ديال الروز ولا فيرميسيل ديال الروز. الكميه نتوما اللي بغيتو على حساب المهم على حساب عدد الافراد ديال الاسره. صافي هنايا من بعد ما غادي تطلق معنا غادي نصفيوها. هنا خديت شامبينيون هكا زعما طبيعي، غسلته مزيان ونقيته وشللته هكا بالماء البارد مزيان ودرت له الماء طايب. وهنايا خديت داك الحوت نقيته كما كتشوفوا داك لدان. هنا قطعت معكم هنايا الشامبينيون وصافي. ودابا غادي ناخذ واحد المقله اللي غادي ندير فيها القليل من الزيت، غادي نديرو فيها القليل كذلك من الزبده، وغادي نردوها على عافيه مهيله. يعني نشحروا فيها داك الكالامار ديالنا، يعني مده اللي هي بسيطه. نضيفوا له كذلك ملعقه من او معلقه او ملعقه، المهم كل واحد باش كيقول ليها، من ديك الشرموله. هنايا كما تشوفوا عاوتاني خديت مقله درت فيها شويه الزيت وشويه ديال الزبده، وتا هي شحرت داك الكروفيت. هنايا كذلك الشامبينيون ضفت له يعني ملعقه من الشرموله، وكذلك حتى هو صوتيته شويه مع من طبيعه الحال مع الزيت. وهنايا خديت الشعريه اللي قطعتها رقيقه، درتها في واحد هكا كسعه ولا اناء كبير، ضفت لها الشامبينيون حامضه مصيره، والهريسه لعشاق الحار. الحوت اصلا كيجي مع الصراحه الحار كيجي زوين. هذيك الشرموله اللي بقات ليا ضفتها كذلك لهاد الفيرميسيل. وصافي انايا كنخلط المقادير كامله هكا باش ديك الشعريه كامله تلبس بهذيك الشرموله. اللي كان اول مره كيشوف القناه ديالي ما يبخلش عليا بلايك، ابوني، كذلك يبارطاجي لي الفيديو ويدير لي شي تعليق زوين. جزاكم الله عني كل خير. هنا من بعد ما صافي يعني ديك الفرميسيل كامل خلطته مع دوك المكونات، غادي ناخد يعني الطاوه ديال الفرن. صافي هنا خديت هذا الشكل الدائري. هنايا كما كتشوفوا خديت الزيت درت فيها تحميره، دهنت الطاوه ديالي. من بعد غادي ناخذ الورقه ديال البسطيله بطبيعه الحال اللي هكذا، يعني كندير ليها حتى هي الزيت، و يعني ممكن تضيفوا حتى الزبده. المهم انا ما درتش الزبده بصراحه، درت غير الزيت. وصافي غادي نبدا كنفرشها هكا هنايا في اللاطه. بالنسبه انا الصراحه كانت عندي الورقه قليله ما كفاتنيش، خديت غير نص كيلو بصراحه ما كفانيش. يعني من الاحسن يكونوا كيلو قله ربع بحال هكاك. صافي من هنا من بعد ما غادي نفرش يعني الورقه هكذا في اللاطه. انا عندي هاد اللاطه ديال الفران ديال الضو ماشي الفران ديال الكاز. وصافي ملي غادي نديرو هكا غادي انا كان يعني كانت الورقه زعما هكا كثيره، كنت نزيد وحده هكذا في الوسط، وحده من الوسط ماشي مشكل، حتى هكا صراحه جات زوينه.
هنا كنفرش هذيك الشعريه هكذا في اللاطه، وكنحاول يعني يعني الجناب كاملين. المهم اش نقول لكم بصراحه واخا شي وحدين كيشوفوا لا فيديو ما كيديروليش تعليق، ما حتى لايك صراحه من قليله عندي بزاف. قناه عندي شويه عيانه، ما كرهتش الصراحه تفاعل، والله ما كرهت شويه تفاعل. المهم شكرا لكم بزاف بزاف. بصيرة الحوت صراحة سهلة، يعني أي وحدة يمكن لها ديرها، يعني ولو مبتدئة ما فيها شي حاجة اللي هي صعيبة بزاف، وفي نفس الوقت كتجي بنينة بنينة بزاف. هنا خديت هداك الحوت وداك الطريفات ديال اللداند اللي دخلتهم الفران معكم. صافي كنحاول يعني نوزعهم هكذا على ديك لاطا يعني بالتساوي، يعني باش يعني كاع البلايصات يكونوا متساويين، ماشي جهه تكون عامره وجهه لا. صافي انا خديت ثاني داك عاوتاني كنديرو هكذا، يعني كنحاول نستفو. بصراحه يعني خديت منه غير نص كيلو، ولكن يعني شويه جا قليل، ولكن ماشي مشكل. كل واحد على حسب الامكانيات ديالو. كاين اللي عنده يمكن ياخذ اكثر. كروفيت انا خديت كيلو، ولكن النوع الاخر خديت غير نص كيلو الحوت الابيض، وبالنسبه للدان هو نص كيلو. بالنسبه للاخر ومشات لي سميتو، المهم ما علينا، خديت منه غير هو نص كيلو، ولكن صراحه جاني شويه قليل، ماشي مشكل. هنايا خديت فروماج احمر حكيتو، يعني هو اختياري ولكن بصراحه كيجي زوين. بالنسبه كاينين اللي كيديروا المايونيز، المهم انا تفاديت ما نديروش. صافي هكا فروماج وصافي. هنا غادي ندخلها للفرن على درجه حراره غير 150، وشعل عليها من التحت من الفوق فرفاره، وغادي نخليها تتبع ليا كتحمر، وغادي نطفي عليها. هي الا بغيتو تشعلوا لها غير من التحت فماشي مشكل، تبقى تبان معكم الحموره طلعت مع الجناب، عاد تشعلوا لها الفوق مي ماشي مشكل. كانت العافيه مهيله يعني من الفوق ومن التحت. صافي هنايا بالنسبه للتزيين فانا اكتفيت غير هكذا بدوك الوريقات، كنجمعهم على هذا الشكل وصافي. يعني ما درتش يعني شي ورقه اخرى باش نجمعها هكذا من الجناب وصافي. ومن بعد ما غادي نديرو لك غادي نثقبوها، نحاول نثقبوها بشي كيردون سنان ولا شي فرشات هكذا باش ما تنفخش معانا وصافي. المهم انايا ما لقيتش كيردون، ما بغيتش نثقبها بفرشيطه، المهم غير بهاد تاع البلفاف. وهذا الشكل النهائي وشكرا.